النهاردة هنعمل مع بعض تتبيلة سهلة ولذيذة عشان نشوي فرخة أو دجاج في الفرن بلون ونكهة ألذ من المطاعم، والطعم في منتهى اللذاذة. الفرخة بتاعتنا هتبقى طرية وجوسي وواخدة لون كده جميل وحلو أوي. قبل ما نبدأ وصفتنا، اللي معرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام. متنسوش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، ومتنسوش الاشتراك والمتابعة. ويلا بينا نقول المقادير. معانا كوباية من الزبادي، طماطماية كبيرة متقطعة، معاها معلقة كبيرة من الصلصة، 3 فصوص من الثوم. البهارات بتاعتنا بابريكا وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وكاري، تمام، وبهارات فراخ. وهنحط عصير ليمونة كبيرة ومعلقتين من الصويا صوص. الفرخة بتاعتي عاملة فيها فتحات كده عشان التتبيلة تدخل جواها كويس، تتبل معانا كويس. انا حطيت كمان كام عود بقدونس كده، تمام، اللي هي الورق بس. وهنتبل الفرخة بتاعتنا كويس، وهندخلها التلاجة لمدة ساعة. لو انتي مستعجلة، مش مستعجلة تقدري تبيتيها في التتبيلة، ودي هتبقى يعني طبعا هتبقى احسن كتير. تمام، هنتبلها كده كويس من الجنبين. اللي اتبقى من الصوص من التتبيلة بتاعتنا دي هنخليها، هقولكوا هنخليها ليه. احنا كده خلاص هندخلها التلاجة بقى لمدة ساعة. وبعد كده التتبيلة اهي، بقت تتبيلة هندهن بيها الفراخ وهي بتستوي. انا رفعتها على النار لمدة 10 دقايق، مغطياها بورق زبدة مبلولة، تمام، عشان طبعا احنا مش هنضيف لها اي مية او سوائل. وكمان انا ما ضفتش لا زيت ولا اي حاجة، لان الفراخ هتنزل الدهون اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده. هتغلي لمدة 10 دقايق على النار من فوق عشان الفرخة كبيرة. لو الفرخة صغيرة عادي دخليها الفرن على طول، بس اتأكدي كويس ان هي ايه استوت من جوه كويس. انا هنا بدهنها قبل ما هندخلها الفرن، بدهنها من التتبيلة عشان تدينا اللون والنكهة، يعني الفراخ تحافظ على النكهة بتاعتها كويس. وهنا هي بعد ما طلعت من الفرن دخلت الفرن 20 دقيقة. اخر 5 دقايق بنشيل الفويل ورق الزبدة ونشغل الشواية عشان تاخد اللون الحلو ده. هتطلع معانا الفراخ بتاعتنا جوسي وطرية وفي منتهى اللذاذة حرفيا، وألذ من احنا بنشتريها من المطاعم بكتير. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتتابعوني على الانستا والتيك توك والفيسبوك. ويلا سلام.